وصفتنا لهذا اليوم التبسي مال الباذنجان، بس هالمرة بالدجاج. كلش طيبة وسهلة وسريعة، وراح يطلع طعمها بالضبط مثل التبسي اللي تاكلوه بالمطعم. يلا نبلش. أول شي بجدر نخلي بيه زيت، وبعدين نحضر شرائح البصل، نحطها نقليها بس تاخذ حمسة زينة ويتغير لونها ويصير ذهبي. نضيف الباذنجان، باذنجان مقطع دوائر وشوية ثخين بهالشكل هذا. بحاول قد ما أقدر التصوير يكون واضح. نقلبهم حتى تاخذ الباذنجان ياخذ نكهة البصل وياخذ شوية لون. أخذ لون. هنا ضفت الدجاج المغسول، طبعا أنا هنا استخدمت الأفخاذ، غسلتها غسل جيد بالطحين وبالخل الأبيض ونشفتها، وبعدين ضفتها لأن هي أساسا هسه تذب ماي. حطيت لهم ملح حسب الملح انتو شون تحبون تخلون ملح. اكو ناس عندها ضغط ما تحب الملح، هو إجمالا الملح يخزن سوائل بالجسم، فيفضل أنه نستخدمه بشكل قليل. نقلبهم لحد ما ياخذون لون، بعدين نضيف عليهم شرائح طماطة، شرائح فلفل أخضر، انتو شقد تحبون فلفل الأخضر طيب ينطي نكهة للتبسي. هنا هذه الخلطة نضيف لها ماي اللي هي كزبرة كاري ملح وفلفل أسود ومعجون طماطة. نحط لها شوية مي مقدار قلاص إلى قلاص ونص ونغطيها. بهاي الطريقة راح ينزل عندنا مي الخضار. وهاي بعد مرور تقريبا نص ساعة خليتها على نار عالية بالبداية، بعدين نار واطي. هذا إذا عجبكم لايك واشتراك لا تنسون. شكرا.